دلوقتي عرفنا ازاي نتنقل من مكان للتاني وازاي نعمل تشينج من بارتيشن للتاني. تمام. تعالى بقى ندخل على جزئيه مهمه جدا وحته ان انا دلوقتي عايز اعمل انشاء لملف ما. طيب تعالى دلوقتي مثلا نروح عند البي سي ونروح عند البارتيشن A. تمام. هنيجي هنا. تمام. انا عايز هنا مثلا اعمل وليكن ملف معين. قال لك بسيطه عن طريق امر سهل جدا وهو تعمل له MK وده اختصار لميك دايركتوري. حلو. دايركتوري. وبتبدا تديله اسم الملف اللي انت عاوز تنشئه. وليكن انا عايز اعمل ملف اسمه لو. هاجي ابص هنا لو جيت عملت دايركت عشان اعرض الملف هلاقي بص اهو في ملف هنا اتنشأ وهو اسمه لو. طيب حلو. انا عايز ابدا ادخل للملف ده. تمام. احنا قلنا ان احنا بنتحرك عن طريق تشينج دايركتوري واكتب له فلو. قلت لك ان انت عندك كذا طريقه الابسوليوت والريلاتيف بس خلينا نتعامل على الاسهل دلوقتي. تمام. انا دلوقتي فين في ملف الفلو يعني هنيجي نبص هنا ده الملف بتاعي. تمام. طيب دلوقتي طيب انا دلوقتي عملت انشاء لملف. لو جينا هنا ده الملف بتاعي. حلو. هنيجي هنا مثلا حبينا ان احنا عايزين مش نعمل انشاء لفولدر لا احنا عايزين نعمل لملف تكست. حلو. قال لك عن طريق امر سهل جدا اللي هو تكتب ايكو وبتكتب له طبعا هنا علامه اكبر من. قال لك هنا عندك جهتين. الجهه الاولانيه اللي انا واقف عليها دي بتكتب له المحتوى اللي عايز تكتبه في الملف والجهه الثانيه بتكتب له اسم الملف زائد الامتداد بتاعه. يعني ايه؟ يعني لو جيت كتبت كده قمت كاتب مثلا وليكن amm دوت تي اكس تي فبالتالي ده ملف تكست هقول انتر فبالتالي هينشئ لي ملف تكست. طيب لو جينا نفتح بقى ايه انا دلوقتي ما اديتلوش محتوى. تمام. طب لو انا حبيت اديله محتوى قال لك بسيط هتيجي تعمل هنا مثلا وليكن الملف نسميه تكست واحد. تكست مثلا واحد دوت تي اكس تي وعايز اديله مثلا ايه محتوى. اقول له مثلا اهلا او مثلا hello my name is mark. تمام. لو ضغطت انتر فبالتالي هينشئ لي ملف تاني. طب تعال نفتح الملف كده الاولاني نبدا نشوف هيتكلم عن ايه. قال لك تمام انا عندي hello my name is عمار وطبعا مش لازم ايه دبل كوتيشن. حلو. ممكن تكتبها عادي على طول. طيب تعال نشوف بقى الملف الاولاني احنا ما كتبناش فيه محتوى. قال لك ايكو از اون. طب يا باشمهندس انا ما كتبتش اصلا محتوى. اقول لك ما في حاجه انت لو ما كتبتش محتوى هو بيكريت لك محتوى ديفولت ده اللي موجود. طب انا مش عاوز كده انا عايز اكريت ملف من غير اصلا ما يبقى فيه محتوى. اقول لك بسيط هتيجي تكتب ايكو. تمام. وبعد ايكو على طول هتقوم كاتب دوت وتسيب ما تكتبش اي محتوى وتكتب مثلا وليكن تكست 2 دوت تي اكس تي. اقول لك تمام. حلو. تعالى بقى نشوف الملف ده. حلو. اهو لقينا ما كتبش اي حاجه فبالتالي نفهم حته اللي هو اللي انا حبيت اكريت ملف في البدايه هو عباره عن بكتب امر بسيط جدا هو ايكو بديله المحتوى بتاعي وبديله اسم زائد الامتداد. تمام. لان طبعا الفايلات تختلف. طيب لو انت مثلا عايز تديله محتوى عرفنا ازاي نديله محتوى عن طريق ان انا بديله ايكو بديله محتوى وبديله الاسم بلس الامتداد. طيب لو انا مش عايز اديله محتوى هيكريت لك هو محتوى ديفولت. طيب لو انا مش عايز يكتب اي محتوى خالص هنيجي بعد ايكو ونكتب دوت. طيب دلوقتي احنا كريتنا وعملنا كل حاجه. هنيجي نكتب هنا مثلا دايركت هيعرض لك الثلاث ملفات اللي احنا عملنا لهم كريت. طيب فرضا مثلا انا عايز احذف اي حاجه منهم دلوقتي. تمام. هنيجي هنا مثلا نقوم قايلين ايه انا عايز احذف الملف اللي هو اول واحد اللي هو AMM. هقول لك عن امر بسيط جدا نحذف منه. دلوقتي انا عايز اعمل ايه ديليت. فالموضوع بالنسبه لي سهل فقايل لك تكتب ديليت وتكتب له اسم الملف بتاعك. تعال ناخده من هنا على طول نقول له كوبي ونكتب هنا فبالتالي لما تنفذه هتلاقي الملف اتحذف ومفيش فيها اي مشكله. طيب تعالى بقى نعمل حاجه كده بسيطه عن طريق ان انا عايز اكتب مثلا عايز اعمل ميك دايركتوري مثلا. حلو. واسميه تاسك واحد. فهعمل هنا انشاء لفولدر معين. انا دلوقتي عايز اعمل ايه عايز اخد نسخه منها مثلا.
حلو. قال لك انا عايز اعمل ايه؟ عايز اخد نسخه يعني ايه؟ كوبي. قال لك بسيط، اكتب كلمه كوبي. تمام. واكتب لي المسار الاولاني والمسار الثاني. طيب يعني ايه؟ تعال نشوف. يعني المفروض اكتب هنا ايه؟ انا عايز دلوقتي المسار الاولاني فين اللي انا فيه. حلو. انا عايز دلوقتي مثلا اكتب تكست. اقول له ايه؟ تكست واحد دوت تي اكس تي. حلو. المسار الثاني فين؟ المسار الثاني هو تاسك واحد. حلو. معلش، هو المفروض ما بتكتبش ما بينهم حاجه. طيب تعال نشوف ايه اللي حصل. نيجي نبص هنا، انا دلوقتي عملت كرييت، قصدي عملت كوبي، فهاجي ابص الاقي معايا الملف هنا زي الفل. طيب انا عملت ايه هنا؟ مجرد كتبت له كلمه كوبي، وكتبت له اسم الحاجتين اللي انا عايز انقلهم. اللي انا كان عندي تكست واحد دوت تي اكس تي، نقلته فين؟ في الفولدر اللي اسمه تاسك واحد. طيب تمام. لو جينا هنا مثلا التكست ده وحذفناه، تمام، انا مش عايز اعمل نسخه، لا انا عايز انقله بالكامل. قال لك هتيجي ببساطه، انت دلوقتي عايز تعمل عمليه ايه؟ تحريك، يعني عمليه موف. قال لك اكتب موف، ونفس الفكره هتدي له المسار الاولاني والمسار الثاني. طيب ليه المسار؟ يعني انا ممكن اصلا ما اكونش موجود في الواجهه دي، واقدر انقل حاجه انا مش موجود فيها حاليا. وده طبعا مثلا انا عايز الملف ده انقله في مكان في بارتيشن تاني، فبالتالي بنقل مسارات مش بنقل ملفات وخلاص، بس عشان هنا انا في نفس الفولدر. تمام. طب انا دلوقتي مثلا عايز انقل تكست واحد ده لتاسك واحد. قال لك تمام. هتيجي هنا تقوم انت كاتب هنا ايه؟ نفس الفكره، تكست واحد دوت تي اكس تي، عايز انقله فين؟ في تاسك واحد. تمام. هبص هنا الاقي ان تاسك واحد خلاص، تكست واحد راحت فين؟ في تاسك واحد. طيب دلوقتي مثلا انا عايز احذف ايه؟ عرفنا خلاص ان احنا عشان نحذف فايل، قلت له بسيط، هتكتب كلمه ديليت. تمام. واكتب ايه؟ مثلا تكست 2 دوت تي اكس تي، وبالتالي هيحذفها. تمام، مفيش فيها اي مشكله. طيب انا عايز احذف بقى الدايركتور نفسه. حلو. عن طريق ان انا اكتب امر بسيط جدا، هو انا عايز اعمل له ايه؟ ريموف. فاقول له ريموف ار ام دايركت، وادي له اسم الدايركتور اللي انا عايز احذفه. ادي له مثلا هنا تاسك واحد، وهيحذفه مفيش فيها اي مشكله. تمام. وكده دي عباره عن الكوماند لاين بيزكس اللي المفروض نبقى عارفينها، حلو، اللي تسهل التعامل معانا ان شاء الله مع الكوماند لاين. اشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم.